يا صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين وصباح العسل وصباح الخير كله والرزق على أحلى متابعين في الدنيا. صباحكم كله رزق وخير. لايك وشير وسبسكرايب مطبخنا على قدنا مع مواريج. اللي ما اشتركش في القناة يدخل ويشترك في القناة ويفعل الجرس يا جماعة. يعني انت هيحصل لك ايه او هيحصل لك ايه وانت ماسك التليفون كده ودخلت على اليوتيوب، جبت قناتنا مطبخنا على قدنا مع مواريد وحطيت صبعك على كلمة اشتراك بالاحمر ودوست على الجرس، هيحصل لك ايه؟ مش هيحصل لك حاجة والله العظيم. الواحد بيستنى كلمة تسعد الانسان او خبر يسعد الانسان او اي حاجة إن كانت تسعد اي حد ويعملها. ما بالك بقى لو حط يعني كلمة اشتراك دي يعني حاجة بسيطة، يعني صبعك هيروح بس على كلمة اشتراك. هنسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم وندخل مطبخنا ونشوف هنعمل ايه. كان عندي شوية عكاوي كده طلعتهم وفضلت افكر اعمل فيكو ايه. قلت انتوا تستاهلوا طاجن ورق عنب. حلة على النار وفيها معلقة سمنة بلدي محترمة، ونزلت بالعكاوي بتاعتي. العكاوي دي انا عايزة، فكرت كده قلت انا عايزة اخليها في صوص بني، وقلت لازم اعملها في طاجن ورق عنب. انا عملت قبل كده طاجن الورق العنب ده معاكم، عملته باللحمة الستيك، عملته بالفراخ، عملته بالحمام، عملته كم مرة يعني، او عملته على كم شكل. المرة دي قلت لازم اعمل الورق العنب، طاجن الورق عنب بالعكاوي دي، اشوف النتيجة بتاعتها ايه. مهم ايه، انا عايزة ادي العكاوي بتاعتي ده لون او صوص بني كده عشان خاطر استخدمه في الطاجن بتاعي. يعني انا مش هسويها في مية قد كده يعني او في شوربة والكلام ده كله، انا هديها لون على الوشين كده، واخليها ايه على بني كده. المهم نزلت بالبصلايه بتاعتي والطماطمايه، قطعت طماطم وبصلايه، ونزلت بالفلفل الاسود واربع فصوص حبهان فقط لغير، ومكعب مرق الدجاج. انتوا عارفين ان انا ما بحبش التوابل الكتيره او البهارات الكتيره يا جماعه في اللحوم. احنا عايزين الطعم الاصلي يا جماعه. انا ما اعرفش بصراحه يعني ايه كمية البهارات اللي الناس بتحطها او كمية ما بتوديك في مكان تاني، مش هو الطعم اللي انت عايزه. الطعم اللي انت عاوزه هو ايه؟ طعم اللحمة. بصوا بقى اللحمة بتاعتي وصلت لايه. انا خليتها خدت على الوشين كده لون حلو، وحطيت لها كوبايتين مية وهديت عليها خالص وسبتها تعيش حياتها لما بقت بني وادتني صوص بني تحفة. تمام، 3/4 سوا ورحت منزلاها. جبت الطاجن بتاعي، حطيت فيه بصل طماطم فلفل، وحطيت العكاوي بتاعتي رصتها، وانا كنت حشيت شوية ورق عنب. طبعا انتوا عارفين خلطة المحشي بتاعتي، كنت حشيته ورصته زي ما انتوا شايفين كده، ونزلت بالعكاوي ورصت جنبها عشوائي يعني يا جماعة، عشوائي ترصوا كده عشوائي. رصيت الورق العنب و نزلت بقية الكمية هين في النص برضو وكملت رص، عشان انا في الوقت ده كنت مولعة الفرن يسخن عشان هدخل الطاجن ده الفرن. تمام. طبعا الصوص بتاع البن ده هسقي بيه الورق العنب. انا مولعة على مية اهي برضو تسخن عشان ازود القعد بتاع الايه الطاجن. بصراحة أنا ما دقتش في طعم الطاجن ده ولا حلاوته. زبدة بصراحة، فظيع، عظمة، فعلا زي ما بيقولوا عظمة. حطيت الصوص البني على الورق العنب اهو، وحطيت المية بتاعت القعد بتاعه عشان خاطر نشوف القعد هنعمل فيه ايه. هنزل بيه بمعلقتين كبار صلصة كده من بتاع المحشي، ماشي، ورق ومكعب مرق الدجاج، وهملح الشوربة بتاعتنا على حسب الملح بتاعك ما بتحتاجيه. ده دبس رمان، حطيت على الورق العنب شوية دبس رمان بيخلي له مزازة وطعم تحفة جميل. انا كنت بشوف الغطا ده هيجي ولا لا عشان احط الفويل واحطه عليه.
المهم ايه، القعد بقى بتاعنا او الشوربه بتاعتنا اللي عملناها للورق العنب هتغلي، واحط القعد بتاع المحشي واحط عليه الفويل بتاعه وادخله الفرن. انا ما لقيتش طعم زي الطعم ده بصراحه، فظيع 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 فظيع، عظمه فعلا زي ما بيقولوا. كام شريحه ليمون كده وحطيتهم على الوش على الطاجن، وهننزل بقى ايه بالقعد اللي احنا عملناه ده، او بالشوربه اللي احنا عملناها، هي غليت ما شاء الله اهو، ما شاء الله. والله يا جماعه كان فظيع فظيع، كان يعني من كتر ما انا قاعده باكل وخايفه. بصوا بقى الحلاوه، بصوا، خايفه اقعد اكل يعني يحصل لي حاجه. بصوا، ما شاء الله ما شاء الله. جربوه وقولوا لي رايكم ايه في الطاجن ده، جربوه وقولوا لي في الكومنتات رايكم ايه. ما شاء الله والله العظيم تحفه. آه كل ما بتقللي بهاراتك والله كل ما بتقللي البهارات بتاعتك كل ما بيبقى جميل. لايك وشير، ما تنسونيش لايك وشير، كومنت يكون حلو من قلبكم. مستنياكم تقولوا لي رايكم ايه. مستنيه كلامكم الحلو اللي بيرفع من معنوياتي، بيديني طاقه، بيديني باور. مستنياكم تقولوا لي رايكم ايه في الكومنتات. ايه رايكم في العظمه دي؟ عظمه فعلا، والله عظمه. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.